بسبب الخلافات الأسرية زوج ينهي حياة زوجته وأمها بالمملكة العربية السعودية. هو إيه اللي حصل؟ يلا بينا عشان أحكي لك. المفروض يا سيدي إن في زوج متزوج من زوجة، هما الاتنين مصريين ومقيمين في السعودية، تمام؟ بس طبعا كان موجود هناك في مكة المكرمة هو ووالدته ووالدتها وأبنائهم الثلاثة. طبعا بسبب يعني أنت فاهم، الحما طبعا بتبقى دايما موجودة في أكيد في مشاكل، في خلافات، ولكن الخلافات المرة دي تطورت لوصلت إن الشاب ده أنهى حياة زوجته وأمها. طبعا على طول الإجازة الأمنية بعد طبعا الإبلاغ اللي وصل من أحد الناس الموجودة هناك في مكة المكرمة. طبعا تم القبض على الزوج هو وأمه والثلاث أطفال، أكبرهم واحدة عندها 11 سنة. اتحطوا طبعا في دار رعاية هناك لحد ما يخلص التحقيق، وهيشوفوا طبعا الجسامين ديت هياخدوها تدفن هناك ولا هتدفن في مصر. بصراحة مش عارف أقول إيه غير بس إن أنا يعني ممكن تتطور العلاقات والمشاكل إنها توصل إن أنت تعمل مشاكل جامدة، ولكن ليه توصلوها لإنهاء حياة أو إزهاق روح؟ يعني اتطلقوا، مش عاجبكم حياة بعض اتطلقوا، مش مرتاحين مع بعض اتطلقوا، ولكن ما يوصلش بيكم الأمر لكده. طبعا يعني ربنا يرحم اللي توفوا، وطبعا حسبنا ونعم الوكيل في اللي اكيد كان السبب في الموضوع دوت. وبس يا كده يا سيدي، يا ريت تعمل لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لغيرك ويسمعوا، ويا ريت لو مش تابعني هتدوس على زر تحت صورة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجاية. مع السلامة.